اولا قبل كل شيء كنشكروا جميع المنابر الاعلاميه هنا في مدينه الدار البيضاء اللي تواصلوا معنا مع المشكل ديالنا ولبوا النداء ديالنا وجاو عندنا حتى امام الفندق باش يوصلوا المعاناه ديالنا للمسؤولين اللي حطونا في هذا الموقف هذا. احنا مجموعه المعتمرين جينا من الشمال المغرب، جينا بالضبط مدينه الدار البيضاء، مدينه طنجه وتطوان وقنيطره، جينا لمدينه الدار البيضاء على اساس اننا نديروا انطلاقه من مدينه الدار البيضاء نمشيو صوبه الرياض نديروا الاسكال ومن ثم نكملوا المشوار ديالنا ان شاء الله الى جده. وصلنا للمطار في 9 ديال الليل، درنا جميع الاجراءات القانونيه بما فيها لي كونترول ديال الباسبور كل شيء. وصلنا للساحه ديال الاركاب، شعرونا بان الطائره راه فيها عطب تقني، تكلف هذا العطب واحد ساعه ديال المكانه. بقينا كنتسناو ساعه المكانه، سنينا ساعه المكانه، قال لك صافي دخلوا للطائره. طلعنا للطائره، جلسنا في الطائره، بقينا جالسين في الطائره ما يقارب ساعتين ديال المكانه واحده اخرى، 4 الا ربع ديال الصباح. 4 الا ربع ديال الصباح كيشعرنا الطاقم ديال الطائره بالنزول اضطراري. شنو هو السبب؟ ما عارفينش علاش. السلام عليكم، حنايا من المعتمرين قطعنا من مدينه طنجه غنمشيو نعملوا العمره ان شاء الله. اللي قطعنا في الوكاله ديالنا قطعنا في الوكاله وغنمشيو في الطيران خطوط ملكيه مغربيه. خرجنا من طنجه وصلنا لهنا، وصلنا البارح في 9 الليل، كان عندنا الطياره تقلع في الوحده ونص. تفاجئنا في شي 12 قال لك بلي ان راه الطياره راه وقع لها شي مشكل وديك الشيء. بقينا كنتسناو قازت شي ثلث ساعه بداو علينا، يلاه طلعنا بقينا ملي مشينا جبنا الطياره ماشي هذيك اللي كنا نمشيو فيها، ماشي الخطوط واحد السميه اخرى. بقينا جالسين في وسط الطياره الناس بزاف، الطياره كبيره، الناس تخنقوا كذا. جوزنا واحد ساعه ونص الطياره، في الاخر قال لك بان راه الطياره وقع فيها شي عطب شي مشكل. قلنا لهم اللي كان المشكل هو المشكل، قلتوه في الاول اللي قلتوا المشكل كاع ما كنا نطلعوا ديك الشيء، كنا نبقاو بعدا نتاحت وكذا. المهم ماشي مشكل، ملي هودنا كل شيء اختفى، ما جبرنا معاه من نتواصلوا. وشركه الطيران ديالنا المغرب راه الحمد لله راه ما وقفاش على طياره واحده، الحمد لله راه الطيران موجودين. واش هيدا غننظموا كاس افريقيا وننظموا كاس العالم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الصراحه قالوا الكلام بزاف ويعني الهضره كثيره وما كاين ما يتقال. حنا الصراحه من البارح، يعني انا من اكادير كان عندنا الفول في الخطوط المغربيه وبقينا في المطار الحمد لله. من اكادير لكازا كان مزيان. ملي وصلنا لكازا انا بعدا شفت شي حوايج اللي صراحه كيحزوا في الخاطر، لانه الانسان راه ماشي غلط ان يكون روطار ولا يكون ما يكونش فول ولا ولكن ان الانسان كيستحمر خوه، كيستحمروا، يعني ما تيعطيوناش حتى معلومه صحيحه. حنا تعذبنا. شوف حنا ماشي مشكل، عندنا وليدات، كاينين لي بيبي، كاينين ناس كبار، معنا ناس معتمرين اول مره غيركبوا الطياره، معنا امهات، معنا يعني احنا اللي كنطالبوا باش ما نطولش. حنا تكرفسنا حيت ما كاينش شي مسؤول اللي غادي يهضر معنا في الخطوط المغربيه، ما عطاوناش. تنقول لهم دابا غيقولوا لنا، لو انهم يقولوا لنا سيروا واحد يومين وهالفول ديالكم، حنا دابا ما حنا مرتاحين، ما حنا منعسين، ما حنا عارفين راسنا، ما قادرين نديروا حتى شي حاجه. حنا مبلوكين، موقفين لينا، حنا موقفين لينا الحياه ديالنا. يعني حنا عائلاتنا دابا مشطونين، كل شويه تنقولوا لهم، كل شويه كيصيفطوا لنا ايميل، راه مع 6، راه مع 4، راه مع 7، راه هذا حشومه، هذا سميتو. ما فهمتش انا واش كيضحكوا علينا ولا كيضحكوا على ريوسهم ولا يعني. عطيونا مسؤول نهضروا معاه. وحنايا ديك الطياره اللي طلعونا ليها اللي هي كارينا، اللي هي ماشي خطوط مغربيه، حنا راه ما يمكنش لينا دابا تيقول لك غيصلحوها غنركبوا فيها. واش المسؤول ديال المطار ما تواصلش معنا؟ ما تواصلش معنا حتى شي واحد، حنا حتى واحد ما تواصل معنا. حنا قالوا لنا الفندق جابونا ليه مع 9 الصباح، لدابا ما عندناش حتى شي اخبار. حنا بقينا حتى 6 الصباح في المطار، جابونا حطونا هنا. هنايا ما مقصرينش حنا، ولكن حنا بغينا نعرفوا راسنا من رجلينا.